أسعد الله مساءكم جميعا. شكرا سيادة المستشار عبد الفتاح رئيس منظمة الشرق الأوسط. شكرا الأستاذة الأديبة القديرة الأستاذة تغريد فياض رئيسة منتدى تغريد فياض اللبناني على هذه الاستضافة. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. الفاعلية النهارده بتتكلم عن دور المرأة في التنمية. المرأة تعتبر المرأة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع ولا يسبق دورها في نهضة المجتمع، وكذلك هي قوة في تغيير أي مجتمع، فهي المسؤولة في تربية أجيال من الإناث والذكور لبناء مستقبل أفضل. لذا يجب أن نقدر دور المرأة في هذه الحياة كأم أو زوجة أو ابنة أو أخت. فنجد المرأة الأم ملقى على عاتقها إخراج أجيال نافعة للمجتمع ولأسرتها بشكل خاص، وهي مصدر الحنان والأمان ورمزها بالنسبة لأطفالها. ونرى اليوم المرأة تشارك مشاركة فعالة في سوق العمل للمساهمة في تقدم المجتمع في شتى المجالات، فهي المعلمة التي تعلم الطلاب لتقضي على الجهل في المجتمع، وهي الطبيبة التي تساهم في علاج المرضى، وهي المهندسة التي تساهم في بناء البلدان وإعمارها، وهي أيضا القاضية التي تقضي بين الناس بالعدل، وأستاذة جامعية تعمل على رفع مستوى العلم، وفلاحة تزرع الأرض وتجني الثمار، وعاملة تعمل بجد ونشاط. وساهمت أيضا المرأة في العملية السياسية فأصبحت وزيرة وبرلمانية. أما في المجالات الأخرى أصبحت ضابطة، وكذلك تقود طائرة، حيث دخلت المرأة كافة المجالات وساهمت مساهمة فعالة. وقد حرص الإسلام على الحث على احترام المرأة والتأكيد على مكانتها ودورها، وأوصى الرجال على معاملة النساء معاملة حسنة وإعطائها كافة الحقوق كما شرع الله لها في الإسلام. فالله عز وجل كرم المرأة وخصص لها سورة كاملة في القرآن باسم سورة النساء. فتحية للمرأة في عيدها. لازم كلمتي طبعا اكيد احنا لازم نسمع الشعب عفوا انا سعيد جدا بهذا المتميز. حب القدر. حب القدر لأنك في بحر المخاوف الكبيرة سفينة أمان وموجة حنان، لأنك في ليل الغريب القمر، لأنك في صحراء حياتي المطر، لأنك في زحمة هموم كثيرة بناوي فرح وبسمة ربيع وطلة أمل، لأنك في نبضي وبتغذي دمي، لأنك مدينتي وبيتي وغايتي وكل البشر. بحبك وحبك لعمري قدر. وأشكركم جميعا. شكرا كثير. عاوزين صور مش بس فيديو يا أستاذ.